تعالوا اقول لكم بورسعيد اتعمل فيها ايه. يلا بينا. خليني أعرفكم على بورسعيد، واللي بتسمى أيضا المدينة الباسلة، واللي فيها شريان حياة التجارة الدولية. نبدأ بقناة السويس. احنا النهارده في قناة السويس، واهم ممر مائي في العالم اللي بني بدماء المصريين. اول قناة تربط بين بحرين، والقناة بتوصل البحر الاحمر بالبحر الابيض المتوسط. كل التجارة العالمية من الغرب للشرق تعتمد على القناة في مصر، وهي موجودة من اكتر من 150 سنة لحد دلوقتي. والقناة دي عاملة فرق كبير في التجارة العالمية، وبتختصر 15 يوم اضافيين للسفن عشان ينزلوا من جنوب افريقيا. وقبل سنة تقريبا كل تجارة العالم وقفت. تجارة العالم كلها وقفت بسبب أزمة حصلت في بورسعيد، بسبب سفينة ايفر جيفن اللي جنحت في قناة السويس. ولكن القناة بدأت ازاي؟ وبداية القناة كانت لما اتعرضت الفكرة من الفرنسيين على يد نابليون، لكن اترفضت، وبعد كده وافق عليها محمد سعيد باشا. وسنة 1859 كانت أول ضربة معول ضربها فرديناند دي ليسيبس في مشروع حفر قناة السويس، ليتم حفر القناة بسواعد مليون فلاح مصري، ومات خلال الحفر 120,000 مصري بسبب سوء المعاملة والإهمال. وفي عام 1869 بعد 10 سنوات من بداية الحفر اكتمل بناء القناة بالكامل، وافتتحت القناة للملاحة العالمية باحتفال ضخم وكان في بورسعيد، وبالتحديد في حديقة فريال. هنا في حديقة فريال حصل الافتتاح، وتم صرف مبالغ مهولة على الاحتفالات، وحضر الافتتاح الكثير من قارة العالم. يقال إن بورسعيد اتعملت بسبب قناة السويس. ساعة حفر القناة والردم اتكون يابس، واليابس ده بقى بورسعيد. الموضوع كله بدأ من هنا، فرديناند دي ليسيبس، وبورسعيد فيها أول منارة خرسانية اتعملت في التاريخ. دلوقتي انا ورايا بالظبط قناه السويس، والناحيه الثانيه بور فؤاد في قاره اسيا، والجنب اللي انا فيه ده جنب بورسعيد اخر نقطه في مصر في افريقيا. وليها جانب آسيوي هنتعرف عليه النهارده. احنا دلوقتي في المعديه، واللي ورايا هنا بورسعيد في قاره افريقيا، وهنا بور فؤاد في قاره اسيا. دلوقتي احنا في الجزء الاسيوي من بورسعيد، وهي بور فؤاد. احنا دلوقتي مش في الهيمالايا، لا احنا في جبل الملح في بورسعيد. وفي حدث تاريخي كان لازم نحكي عنه. وفي سنة 1956 حصل حدث مهم جدا فرق في تاريخ مصر، وهو العدوان الثلاثي. العدوان الثلاثي بعد تأميم قناة السويس بتأميم الشركة العالمية لقناة هجموا على مصر 3 دول، وهم إسرائيل وفرنسا وبريطانيا. هجم طيران إسرائيلي وفرنساوي والأسطول الإنجليزي من البحر الأبيض المتوسط. كانوا 3 دول على مدينة واحدة. هذه هي مصر في العام 56، وهؤلاء هم المظليون البريطانيون الذين كانوا يحاربون بأمر من رئيس. ومن هنا جه اسم المدينة الباسلة، لأن أهل بورسعيد فازت على قوة عظمى وقاوموا الاستعمار 7 أيام لحد انسحاب المستعمر. وبما اننا في بورسعيد كان لازم نجرب اشهر اكلها، واشهر اكل موجود في بورسعيد هو الاكل البحري. اول مكان كان لازم نروحه هو سوق السمك الجديد، وجايين ناكل عند مطعم اسمه بتاع سمك. وهنا في تنوع كبير جدا في الاسماك، كل حاجه موجوده وكله طازه. وهنجرب الاكل عند مطعم اسمه بتاع سمك، وانا طلبت جمبري مشوي على الفحم وشوربه سي فود، وبصراحه دي من احلى الاكلات البحريه اللي كلتها لحد دلوقتي. طعم مش هيتنسي، والاكل كلفنا 190 جنيه. خلاص خلصنا اكله السمك وكانت حلوه قوي بصراحه. دلوقتي هنروح نجرب اكلات برضو مشهوره هنا قوي. ودلوقتي احنا رايحين عند عم عربي، وده موجود عند معديه بور فؤاد، بيعمل حاجه اسمها تمريه وزلابيه وسمنيه، ودي من اشهر الحلويات اللي هنا في بورسعيد. دي التمريه، وهي قريبه من المهلبيه. ودي السمنيه، وهي عباره عن سكر ودقيق، وطعمها حلو جدا وجوسي كده. ودلوقتي احنا عند سلسبيله، جايين نجرب حاجه اهل بورسعيد بيقولوا عليها لو ما جربتهاش يبقى انت ما جيتش بورسعيد، وهي الكاساتا. والكاساتا عامله زي الجيلاتي، وهي حاجه ايطاليه من زمان ولكن لسه موجوده في بورسعيد لحد دلوقتي، وطعمها بصراحه مختلف وحلو جدا، وهي مش موجوده غير في بورسعيد، وسعرها 13 جنيه. ودي كانت مدينه بورسعيد. خلونا نشارك الفيديو في كل مكان، خلي الناس تعرف اكتر عن بورسعيد.
ما تنسوش تشتركوا في القناة وتتابعونا على الانستجرام، وقولوا لنا في الكومنتات حابين تشوفوا فيديوهات تاني منين. استنوا الفيديوهات الجديدة. سلام.